السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مواضيع الدارجة. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي مهم بزاف، خصوصا للشباب اللي كيسولوا واش ممكن نلقى خدمة بلا دبلوم. الجواب نعم ممكن. المغرب فيه بزاف ديال المجالات اللي كتقبل الناس بلا شهادات عليا. في هذا الفيديو غادي نعطيكم 5 ديال الخدامي بلا دبلوم تقدر تبدا بهم حياتك العملية، مع التفاصيل ديال الاجور، الشروط والمستقبل اللي كيتسنى اي واحد كيخدم بجديه. تبع الفيديو حتى الاخر، غادي نوريك كيفاش تقدر تستغل هاد الخدمات تبني راسك خطوه بخطوه. ولكن قبل ما نبداو، الا كنتي مهتم انك كيفاش تقلب على خدمه في المغرب وما لقيتيش كيفاش اللي يوجهك، فهاد القناه راه مخصصه ليك باش تعاونك. بانك نصحك انك تتفرج في هاد البلاي ليست اللي كتضم بزاف ديال الفرص طرق لكيفاش تلقى خدمه في هاد البلاد السعيده. ما عليكم غير تدخلوا لهاد البلاي ليست كيف ما كتشوفوا معايا في الشاشه وتضغطوا عليها. لكن قبل ما نبداو وصل الموضوع، ما كرهتكش صديقي ولا صديقاتي انكم تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا داك الجرس باش تكونوا على القرص، حيت كنحط فرص دغيا كيطيروا بهم الناس، وبغيتك تكون انت ولا انت السباقين ليها. الخدمه الاولى اللي هي المطاعم والمقاهي. الخدمه الاولى اللي بزاف ديال الشباب كيقدروا يدخلوا ليها بلا دبلوم اللي هي المطاعم والمقاهي. هذا القطاع معروف في العالم كامل وماشي ضروري تكون عندك شهاده كبيره باش تبدا فيه، وهادشي ديجا شارحو في هذا الفيديو ديال كيفاش تخدم في مطاعم ماكدونالد. اولا فين تقدر تخدم؟ اول حاجه المطاعم الصغيره في الاحياء الشعبيه، ثانيا المقاهي اللي كاينين في وسط المدينه، ثالثا المطاعم الكبرى والفنادق. اما رابع حاجه هي الشركات الكاترينغ اللي كيتكلفوا بالمناسبات والاعراس. شنو هما المناصب المتاحه؟ اول حاجه كاين غارسون وسيرفور كتخدم مباشره مع الزبناء. ثاني حاجه كوميس دو كويزين مساعد طباخ كتساعد في التحضير في الطبخ. ثالث حاجه بلونجور غاسل الصحون. رابع حاجه كيسيي مسؤول على الاداء والكاش. اما خامس حاجه ريسبونسابل دو صال. بالنسبه للاجور والتعويضات، اول حاجه في المطاعم والمقاهي الصغيره كيبدا الاجر ما بين 2000 درهم حتى ل 2500. اما المطاعم الكبيره والفنادق قدر يوصل الصالير حتى ل 4000 درهم. زيد عليها البولفوار. بالنسبه للنصائح باش يقبلوك بسرعه، اول حاجه دير سيفي بسيط فيه اسم رقم الهاتف واي تجربه دوزتيها واخا تكون صغيره. ثاني حاجه في المقابله بين لهم النشاط ديالك، جاوب بابتسامه ووريهم انك مستعد تتعلم. ثالث حاجه حاول تكون مرتب في اللباس ديالك، سروال اسود قميص ابيض. ورابع حاجه الا كتقدر تقول جمله بالفرنسيه او الانجليزيه هذا غير يزيد يقنع المسؤول ديالك يشغلك. الخدمه في المطاعم والمقاهي ماشي غير مؤقته، بل تقدر تكون باب المستقبل ديالك. المهم تبدا ولو حاجه بسيطه. الخدمه الثانيه واللي هي شركات الامن الخاص. الخدمه الثانيه اللي كاينه بزاف في المغرب هي الحراسه والامن الخاص. هذا المجال كيخدموا فيه الالاف ديال المغاربه، خصوصا الشباب اللي باغيين خدمه مستقره بلا ما يحتاجوا دبلوم عالي. وراه ديجا هضر على هذا الموضوع في هذا الفيديو اللي يبان لكم في الشاشه. فين كيخدموا الحراس؟ كيخدموا الحراس غالبا في المولات التجاريه الكبرى بحال مروكو مول ولا مرجان، في الابناك والمقرات ديال الشركات الكبرى، في المصانع والمعامل، وحتى في الاحداث الكبرى مثلا الحفلات، الماتشات الكره والمهرجانات. بالنسبه للمهام ديال الحارس، كاين بزاف ديال المهام عندهم، مثلا المراقبه على الابواب، التاكد من الهويه، حمايه الممتلكات الزبناء، المساهمه في تنظيم الدخول والخروج، وبعض المرات كيطلبوا منك حتى تدون الملاحظات. يعني الخدمه ماشي غير تجلس قدام الباب، ولكن كتحتاج مسؤوليه وانضباط. الاجر والامتيازات اللي عندهم، الاجر كيتراوح غالبا ما بين 2500 حتى 4000 درهم حسب المدينه واش بعيده ولا قريبه، وحسب الشركه واش مزيانه ولا كبيره، وحساب التجربه. اللي عنده سنوات ديال الخدمه كيزيدوه شويه. بالنسبه للشروط باش تقبل في هذه الخدمه، كتحتاج غير بطاقه تعريف وطنيه، والعمر غالبا كيكون ما بين 20 و 40 عام، ولكن كاين شي شركات اللي كياخذوا حتى العمر اكبر شويه. وكاين شرط اخر اللي يكون عندك صحه جسديه مقبوله، وكاينين بزاف د الشركات كيزيدوا شرط ديال الطول، مثلا خاصك تكون مترو و70 او اكثر. بالنسبه للمستقبل والترقيه في هذه الخدمه، مع التجربه قدرت تولي شيف ديكيب مشرف على مجموعه ديال الحراس، من بعد تقدر تولي سوبرفيزور اللي كيكون مسؤول على عده مواقع. وكاينين الناس اللي كيمشيو حتى يفتحوا شركات صغيره ديالهم بعد سنوات ديال التجربه اللي دوزوها. بالنسبه للنصائح باش يقبلوك بسهوله،
سير عند المكاتب الشركات الكبرى اللي مختصه في الامن الخاص، مثلا بحال جي فوريس ولا امانور، كاينين بزاف. حضر السيفي اللي يكون بسيط فيه الاسم ديالك، التجربه والهاتف. حاول تكون لابس مزيان في الانترفيو، تكون انيق في اللباس ديالك ومحترم. بين لهم انك شخص منضبط، جاوب بجمل قصيره، كون واضح معاهم وما تضحكش بزاف. الخلاصه، الامن الخاص في المغرب ماشي خدمه مثاليه، ولكن كتعتبر فرصه حقيقيه للشباب. بالنسبه للخدمه الثالثه اللي هي البيع والتجاره في المحلات، مثلا المحلات ديال الملابس، الاجهزه الالكترونيه، مولات، حتى الاسواق التقليديه، كلهم كيقبلوا على البائعين. المهارات اللي مطلوبه، خصك تكون تعرف تهضر مع الزبناء، تكون تصبر، وديما الابتسامه في وجهك. الاجر غالبا كيكون ما بين 2500 درهم حتى 3500، لكن بزاف ديال المحلات كيعتمدوا على النسبه كوميسيون. بالنسبه للمستقبل في هذه الخدمه، تقدر تولي مسؤول مبيعات مع الوقت، ممكن تجمع تجربه وتفتح مشروع خاص بك في المجال اللي حبيتي. هذه الخدمه مزيانه خصوصا للشباب اللي عندهم شخصيه اجتماعيه، كيعرفوا يهضروا مع الناس. بالنسبه للخدمه الرابعه، شركات التوزيع والنقل، مثال سنترال دانون، كوكاكولا، شركات ديال الحليب، الماء والمواد الغذائيه. وهادشي راه ديجا شرحوا بواحد 2 فيديوهات لا يبانوا دابا في الشاشه. المناصب كتكون بحال موزع مع كاميو، مساعد ديال السائق، او حتى عمال مستودعات. الاجر غالبا كيبدا من 2500 درهم حتى 4000 درهم. كاينين شركات كتزيد منح اخرى. من بين المميزات اللي عند الشركات، كتخدم بزاف في النهار، يعني الاجر كيكون معقول. شركات كبيره كتقدم الاستقرار، مع التجربه تقدر تولي مسؤول توزيع على منطقه كامله. هذه الخدمه كتطلب النشاط الجسدي، ولكن كتعلمك التنظيم والانضباط. بالنسبه للخدمه الاخيره واللي هي الخامسه، البناء والاشغال. هذا القطاع كيعطي فرصه كبيره بلا دبلوم. تقدر تبدا كمساعد مع المعلم في البناء او الكهرباء او السباكه او الصباغه. الاجر كيبدا قليل من 80 درهم حتى 120 درهم في النهار، ولكن مع الخبره تقدر تولي معلم وتربح بزاف. تقدر تربح بزاف اكثر من الموظفين عندهم دبلومات. بالنسبه للمستقبل في هذه الخدمه، تقدر تخدم لحسابك الخاص وتولي عندك كليان ديالك كيتصلوا بك. المغرب حاليا كيعرف اوراش بزاف في البناء والعمران، يعني الخدمه موجوده مستمر. اذا هادو هما 5 الخدامي اللي بلا دبلوم تقدر تبدا بهم حياتك في المغرب. المهم ماشي غير الخدمه، ولكن الاراده والانضباط. بزاف ديال الناس بداو من خدمات بسيطه واليوم ولاو عندهم مشاريع خاصه بهم ومسؤوليات كبيره. دابا جا الدور ديالكم. كتبوا لي في التعليقات شنو هي الخدمه اللي كتشوفوها قريبه لكم، واش بغيتو ندير لكم فيديو خاص على كيفاش دوزوا لي كونكور، ولا فيديوهات على شركات معينه بحال مرجان، كارفور او الابناك. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركوه مع صحابكم باش توصل المعلومه لاكبر عدد ممكن من الشباب. شكرا بزاف على المتابعه، نشوفكم في الفيديو الجاي.